السلام عليكم خياتي، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. ولا فيديو تاع اليوم تلقاكم في كامل مهنيين وفي احسن الاحوال. اليوم جبت لكم دجاج مردوم ديروه في الدار، صنع منزلي، يجيكم واش نقول لكم، واحد البنه، واحد الطراوه، واحد الذوق اكثر من رائع. يعني جربوها الوصفه، وعلى بالي متاكده تولوا مدمنين عليها. بالك تولوا ديروها كل سمانه راح يعجبكم باذن الله حبيبتي. روعه روعه روعه، يعني حاجه طيبوها في الدار وتعرفوا يعني كيفاش طيبتوها واش خدمتوها، وحاجه نقيقه. الله الله، انايا هذا الطبق ما كاش اللي يعني ذاقوا عندي وما عجبوش، يعني يهبل روعه. هنا كانوا عندي اجنحه دجاج، تقدروا تعوضوها يعني بالليكويس ولا الثومه ما حبيتو. نقيتهم فوق الفرنو كامل، نحيت لهم هذاك الريش صغير، يعني فوت لهم جوسهم فوق النار. ومن بعد حطيتهم في ان ريسيبيون. واش نديرو؟ نجيبو شويه تاع زيت الزيتون. تقدروا زيت الزيتون يعني اللي ما يحبوش الذوق تاعها يعوضوها بالزيت العاديه، ولكن انا نفضل زيت الزيتون، تعطيها طعم اكثر من رائع. درنا الملح، درت شويه تاع سكنجبير مطحون، ولا كما نقولوا زنجبيل مطحون. اللي ما يعرفوش سكنجبير هو زنجبيل مطحون اون بودر يعني. درنا شويه تاع الكركم، وكما نعرفوا سكنجبير، الزنجبير والكركم هما صحيين 100%، ملاح للصحه تاعنا ومليح ندخلوهم في الاطباق نتاعنا. زدت لها شويه تاع الكمون، شويه تاع الفلفل الكحل، شويه تاع العكري، شويه تاع التوابل تاع الشاورما، وشويه تاع الثوم اون بودر. الا عندكمش الثوم اون بودر وعندكم بصل اون بودر تقدروا ديروا. ثاني عندنا زعتره مطحونه، هذه اللي راكم تشوفوا فيها. الا ما كانش عندكم زعتره مطحونه تقدروا ديروا هذيك تاع اللي تجي اغصان صغيره يابسه عادي تفتتوها. عندنا شويه تاع الكمون كما رانا نشوفوا، شويه تاع لا موتارد ثاني رايحه تزيد فيها البنه تجي بزاف بنينه، تعطيها ذوق اكثر من رائع كما رانا نشوفوا. عندي ثانيك زوج مغارف تاع الخل يعني اللي نديرو به الشلاضه. انا كان عندي هذا الابيض، الا ما كانش متوفر عندكم الخل تقدروا تعوضوه بعصير الليمون. هنايا الخل ولا عصير ليمون راح يسرع لنا باش يطيب ليه راح يكون معقم، وثاني راح يعطيها واحد الذوق مميز. نزيدو ثانيك مغرفه ولا نص مغرفه كبيره تاع الطوماطم مصبره، الطوماط كونسونطري. انا كانت عندي في الكونجيلاتور حطيتها. نتوما ديروا ملعقه، تقريبا ملعقه كبيره يعني. الا كانت ملاعق صغار ديروا ملعقه تاع العشاء عادي، ولا كانت ملاعق تاع العشاء تاعكم كبار ديروا ملعقه، نص ملعقه. والمكون السحري هنايا عندي هو العسيله. هنايا راهي رايحه تعطينا، ما تنخلعوش قولوا لي كيفاش العسيله في الدجاج. وي العسيله هنايا راهي راح تعطيكم ذوق وتعطيكم لون، ماهيش راح تعطينا هذيك الحلاوه تاع العسل، ولكن راهي رايحه تجي الدجاج تاعنا يجي بزاف بنين، يعطي له واحد الكو رائع. والفلفل العكرين ما تنساوش، انا هنا كنت نسيت باش نديرو، راح يعطي له لون. وفي الاخر ثانيك زيدوا الا كان عندكم فصوص تاع الثوم بها بقشورها، شللوها وديروها. فوالا نخلو الدجاج تاعي يتبل. نجيبو هنا هذو لي سوبيغ اللي نورمالمون كامل الديار فيهم، العائلات كامل عندهم هذو لي سوبيغ تاع الفخار. جيبوهم قطعوا لهم لتحت شويه تاع البصل اون جوليان وطوماطيش تاع الحب، ديروا حبه تكون شويه طيبه. فوالا نحطوها فوق البصل، ومن بعد نحطو هذاك الدجاج تاعي بالتتبيله نتاعو نحطوه كامل فوقهم كيما رانا نشوفوا. نجيبو ان بابي كويسون نغلقوا عليها من الفوق، ومن بعد باش نديروا الغطاء نتاعنا. شوفوا هنايا راح يجي عنده واحد الذوق، ذوق تاع مردوم، تاع دجاج مشوي، تاع يودي ما شاء الله رائع. كيما رانا نشوفوا درنا البابي كويسون باش درت الغطاء نتاعي. فوالا ومن بعد نديروها تتحمر في الفوق في ليطاج تحتاني كامل، خلوها تقريبا 40 دقيقه. من بعد نحيوها. نتوما الا كنتو درتو دجاجه ولا كنتو درتو ليكويس ولا ياخذوا وقت اطول. شوفوا كي تحمرت كيفاش تخرج، يجي بزاف شباب الدجاج تاعنا. واش نديرو وحده فحم فوق النار، نحطوها تشعل مليح مليح، ومن بعد نديروها في بابي الومنيوم ونعاودو نرجعوها داخل لا سوبيير.
ونديروا لها شويه تاع الزيت باش تطلق لنا هذاك الدخان، ونغلقوا عليها ونخليوها تشرب رائحه هذاك الدخان باش تعطينا نكهه الشواء. في الاخر شوفوا الدجاج تاعي كيفاش جا شباب، جا بزاف بنين. نتمنى ان شاء الله تجربوا الوصفه، على بالي راهي راح تعجب كامل ولادكم وكامل افراد العائله تاعكم. جربوها خياتي والله غير ما تندموا باذن الله. ان شاء الله خياتي تكون عجبتكم الوصفه وتفرحوا بها عائلتكم، ولادكم، حبابكم، كامل العائله، ضيوفكم اللي معنا. ان شاء الله كما قلت لكم تكون عجبتكم. ما تنسونيش فقط بجام يا خياتي العزاز، ما فيها والو، ديروا لي غير جيم وكومونتير. اللي ما ابونيش ابوني. نلتقي في فيديو قادم باذن الله، مع السلامه.